عشاق النادي الاهلي، النهارده مباراه قويه جدا بين النادي الاهلي والاتحاد السكندري. طبعا احنا عارفين النادي الاهلي بيمشي بخطى ثابته لغايه دلوقتي، وان شاء الله ربنا يكلل مجهودهم والفوز وانتصار لانتصار لغايه ما نرجع درع الدوري الغائب عننا. حلقه النهارده مهمه جدا جدا جدا، بتمنى من حبايبي واخواتي متابعتها للاخر. وطبعا اللي ما اشتركش في قناه وليد حلمي الاهلاوي يشترك ويفعل زر الجرس يصلك دائما الجديد. اهلا بكم مع كابتن وليد حلمي وتغطيه شامله لاحداث القرعه اللي هتحصل كمان شويه. طبعا قرعه كاس افريقيا زي ما احنا عارفين، كل الاهلاويه ونادي الزمالك برضو منتظرين القرعه ديت، لان طبعا هتحدد حاجات كتير قوي في اذهاننا. هل القرعه هتبقى فري ولا هتبقى موجهه؟ طبعا احنا عارفين قصه فوزي لجع طبعا في الكره المغربيه وسطوته على الاتحاد الافريقي، وطبعا احنا شفنا دوت في النسخه اللي فاتت، وبالذات في ماتش النادي الاهلي مع الوداد في كاس افريقيا، وشفنا المشكله الكبيره اللي حصلت واخفاء الجواب طبعا عشان النادي الاهلي يلعب النهائي المفروض على ارض محايده. لا، ده لعب في المغرب، البلد الثانيه لطرف النهائي، فطبعا ما فيش عدل. كل ده بسبب ايه؟ بسبب الخطاب ولا لسطو الكره المغربيه على الكيان الافريقي. طبعا احنا شفنا شبه التواطؤ في جميع المنظومات بما فيهم الاتحاد الافريقي وطبعا الاتحاد المصري وحتى برضو في المغرب اخواتنا وحبايبنا. لكن طبعا احنا بنتكلم على فوزي لجع، ده زي رئيس الاتحاد المصري كده عندنا، بس للاسف الاتحاد المصري عندنا ملوش اي قيمه، لكن الاتحاد المغربي طبعا قوي في الوقت الحالي، فبالتالي في سطو على جميع الانديه. كل ده لصالح المنتخب طبعا المغربي الشقيق اللي احنا بنتمنى له ان هو يوصل للمباراه النهائيه. ولكن لما نيجي تصطدم المصالح مع بعض، احنا بنتمنى الخير دايما للكره المصريه، متمثله طبعا في قطبين كبيرين، نادي الاهلي طبعا معشوق الناس كلها هنا في مصر، والقطب الثاني نادي الزمالك اللي احنا برضو بنتمنى للتوفيق. لكن لما نيجي نلعب بعضنا ان شاء الله في النهائي يبقى في كلام تاني اذا الزمالك وصل للنهائي. طبعا القرعه زي ما احنا عارفين نادي الاهلي مصنف تصنيف اول مع الترجي والوداد والرجاء المغربي. طبعا زي ما احنا اتفقنا الدنيا هتمشي ازاي. بنتمنى ان يبقى في عدل وكل الفرق تاخد حظها، ونبدا بطوله غير البطوله اللي فاتت، لان احنا كمصريين حسينا بظلم، مش مصريين بس، احنا كجمهور النادي الاهلي العريق 80 مليون حاسين بالظلم. حتى لما كان الكابتن محمود الخطيب هناك وبعثه النادي الاهلي ما كانش فيه ترحيب كبير قوي يا جماعه. فبنتمنى ان الكره المصريه ترجع ونقدر ناخد بطوله زي دي، هتبقى دافع لينا. لكن انا حاسس ان ال5 سنين الجايين دول كلها لصالح الفرق المغربيه، فالنادي الاهلي هيعاني لو ما فيش عدل. فان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق لينا ونوصل لابعد مدى، وحلمنا طبعا بال11 ممكن اللي اتسلبت مننا بفعل فاعل. ومش كده وبس، احنا في كذا نهائي اتظلمنا، برضه اتظلمنا قبل كده قدام الوداد، واتظلمنا مع النجم الساحلي ايام 2007 مع الحكم المغربي الشهير العربون زي ما حضراتكم فاكرين، لان النادي الاهلي وجمهوره ما بينساش اي حاجه. بنتمنى طبعا زي ما احنا قلنا الخير للكره المصريه، بطوله الدوري العام، وشفنا امبارح نادي الزمالك مع بيراميدز وقدر نادي الزمالك ان هو يفوز 1-0. اسال اي اهلاوي قبل الماتش هيقول لك نادي الزمالك هيفوز. ليه؟ لان طبعا لما نادي بيراميدز بيلاعب النادي الاهلي غير لما بيلاعب نادي الزمالك غير لما بيلاعب اي فرقه ثانيه. بيلعب مع النادي الاهلي بكل حماس وكل رجوله وعايز يخسر النادي الاهلي اي حاجه. احنا عارفين قصه النادي ده اتعملت ازاي، وكان ايه البدايه مع تركي الشيخ، وطبعا كل ده عشان تفشل النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي ما بيفشلش طول ما وراه جمهور 80 مليون اهلاوي زي ما احنا اتفقنا. جمهور النادي الاهلي حمى النادي الاهلي، والنادي الاهلي فوق الجميع. فان شاء الله ان شاء الله القادم احسن للنادي الاهلي في كل البطولات وفي كل المحافل، بما فيهم الدوري اللي احنا ومتاكدين ان هو هيرجع بيته تاني،
لان دلوقتي بنسمع حاجات كتير من الناس الزملكاويه، حاجات غريبه جدا من جمهور نادي الزمالك. يجي يقول لك ايه، بطوله الدوري عارفه مكانها في 100 عقبه، ده الطبيعي. ازاي يا جماعه؟ ده احنا بقالنا 50 سنه حاطين عليكم في جميع البطولات. نادي الزمالك ده انا ما كنتش عارف اسماء لعيبته، لان هو كان نادي يعني يقال عليه القطب الثاني للنادي الاهلي، لكن السنين العجاف بتاعت نادي الزمالك طبعا ما كانش فيه الكلام ده، وابتدينا دلوقتي نسمع لاعب زي اسامه حسن واحمد عيد عبد الملك وناس كده كانوا فشله في كره القدم طالعين يتكلموا كل ده عشان بطولتين دوري، واحنا عارفين والناس اللي بتفهم كوره عارفه ان نادي الزمالك كسب البطولتين دول ازاي. اسف. فطبعا احنا عارفين ان هو بفعل فاعل، والتحكيم والاحتواء وفساد المنظومه كلها بما فيهم اتحاد الكره وحاجات كتير قوي جمهور الاهلي يعرفها واتكلمنا فيها كتير، فمش هنتكلم فيها تاني. فانا بقول لكل واحد زملكاوي اعرف حجمك بالظبط انت ايه. احنا لما كنا بنلعب نادي الزمالك كنا بنقول احنا هنكسب كام؟ ايام الجيل العظيم، ايام فيلافيو وابو تريكه. انتوا نسيتوا نفسكم ولا ايه؟ انتوا عشان خاطر بطولتين مطلعين لي لا طولتي اول ولا تاني؟ انت طول عمرك تاني وطول عمرك تالت وطول عمرك بتلعب في بطوله افريقيا وهي مش بتاعتك. تمام؟ فبالتالي اعرف حجمك واعرف انت بتاخد البطوله. فطبعا احنا عارفين نادي الزمالك بياخد بطولاته ازاي في الموسمين اللي فاتوا بالحكام زي ما احنا قلنا والاحتواء، وطبعا الناس كلها فاهمه القصه دي كويس. انا بحاول طبعا اتكلم بالعقل واتكلم بالراحه على عكس العاده. نادي الاهلي يا جماعه البطوله السنه دي بتاعته، طبعا احنا شفنا الاجتماع او سمعنا عن الاجتماع اللي حصل بين النادي الاهلي والمدير الفني. الاجتماع حضره طبعا محمود الخطيب مع كولر مع سيد عبد الحفيظ مع عادل القيعي طبعا رئيس شركه النادي الاهلي. وطبعا الاجتماع بخصوص مين هيرحل عن النادي الاهلي ومين هيبقى موجود والتعاقدات الجايه هتبقى شكلها ايه. فطبعا احنا عارفين ان في بنسبه كبيره جدا ياسر ابراهيم ورامي ربيعه مش موجودين مع النادي الاهلي في الفتره الجايه. وطبعا حسام حسن بنتمنى له، طبعا هو لعيب كويس جدا، بنتمنى له يشوف بقى يعني تجربه احتراف او يطلع اعاره يحسن مستواه شويه، لان الفتره الجايه في تحديات كبيره جدا. وطبعا حسين الشحات وزياد طارق ومحمد محمود. انا كل اللي يهمني في القصه دي طبعا حسين الشحات، لاني انا عارف ان هو لاعب عنده موهبه كبيره جدا، بس طبعا بقاله فتره كبيره مش في مستواه. انا خايف ان اللاعب ده يطلع فبعد كده نندم عليه بصراحه ربنا. بس ان شاء الله ان شاء الله القادم طبعا هيبقى احسن. واحنا عايزين ميركاتو في الانتقالات بتاعه يناير حاجه تليق بالنادي الاهلي، خصوصا طبعا حجم الرعايه اللي احنا شفناها، ولسه اخر رعايه بتاعه شركه GLC طبعا العالميه. فطبعا مبالغ كبيره ومبالغ طائله داخله خزينه النادي الاهلي. فبالتالي ارجو ان احنا اللعيبه اللي نجيبها تكون على قد التحدي، وما ننساش السنه اللي فاتت وجمهور النادي الاهلي وغضبه السنه اللي فاتت واللي قبلها. فنتمنى ان احنا نجيب راس حربه هجام زي ما بيقولوا، يقدر ان هو ينزل الفرق الثانيه طبعا خايفه منه، فبالتالي يقدر يصنع الفارق مع نادي زي النادي الاهلي. ده اللي احنا بنتمناه. طبعا بنتمنى النادي الاهلي النهارده يقدم ماتش يليق بالنادي الاهلي امام الاتحاد، خصوصا دلوقتي نادي الزمالك طبعا كسب اخر ماتشين، ونادي الزمالك خلي بالكم مش في مستواه، ونادي الزمالك واقع وقعه منيله. احنا لو شفنا الماتش امبارح كان الماتش ده يخلص 3-1 لصالح بيراميدز، ولكن هي دي كره القدم واحنا عارفين حظ الزمالك عامل ازاي. فبنتمنى ان احنا ما نستناش ان حكم يحسب لنا ضربه جزاء او يبقى في حد واقف معانا. كل الناس واقفه ضد النادي الاهلي، فبالتالي انت تنزل تخلص من اول ربع ساعه تجيب جون والتاني وما تستناش هدايا من حد. عايزين نخلص بدري بدري يا جماعه، وكل ماتش ناخده بتحدي عشان نوصل للهدف، عشان الفرق التانيه كل واحد يعرف حجمه ويعرف هو فين بالظبط من كره القدم المصريه.
مش هطول عليكم اكتر من كده. يا ريت اللي ما اشتركش في قناه وليد حلمي الاهلاوي يشترك ويفعل زر الجرس دائما يصلك الجديد، ودايما تابعني على انستجرام وتويتر. وبنتمنى القرعه ما تبقاش موجهه النهارده، ولينا ان شاء الله فيديو بالليل نشرح فيه القصه ماشيه ازاي بالظبط. تحياتي لكم جميعا. دعمكم ودعم جماهير النادي الاهلي هو اللي هيوصلنا للي احنا عايزينه. بنتمنى دعمكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.